السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في وصفات نميشة. وصفتنا لنهار اليوم هي انغراتان بالبطاطا وأجنحة الدجاج، يعني محمر في الفرن. هذه هي طبق رئيسي نقترحه كوجبة رئيسية في شهر رمضان بأجنحة الدجاج على حساب أفراد العائلة. راح يجيكم بزاف بنين، وهذيك لاصوص تكون فيه عاقدة والبطاطا تكون مشوية في الفرن مع الدجاج، يجي بزاف هايل. قبل ما نبداو ما تنسوش اخواتي باللايك للفيديو والبارتاج مع الاحباب والاصدقاء، ونبداو على بركة الله. هنا عندي اجنحة نتاع الدجاج ويكونوا على حساب افراد العائلة، كل واحد ويدير على حساب افراد العائلة نتاعو. هنا عندي نصف بصلة نكونوا مسكرفجينة رقيق، يعني غابي رقيق، وغادي نضيفو عليها نصف حبة نتاع الليمون، نعصروها هكا مليح. وهاد الخطوة هذه من الأحسن ديروها من قبل. هذه هي إذا درتوها في الصباح يعني ديروه في الفرن العشية. هنا عندي ملعقة كبيرة نتاع لا موطارد ولا خردل اديجان، وعندي هنايا نصف ملعقة نتاع الثوم بودرة. إذا كان عندكم الثوم يعني فريش ديروا الثوم نيشان. عندي هنايا هذاك التابل نتاع الدجاج راه يتباع في الاسواق، نديروا منه ملعقه كبيره. وعندي هنا على راس المغرف فلفل اسود، وعندي فلفل احمر حلو ملعقه صغيره. بيان سور نديروا الملح على حسب الذوق، يعني لازم يكونوا في الملح ملاح، يعني لازم تكتروا شويه الملح. هذه هي البنات، راح نخلطوا مليح بيدينا هاد التوابل قبل ما نضيفوا الزيت، باش هذيك التتبيله تلصق على الدجاج نتاعنا وتقعد يعني لاصقه على الدجاج تاعنا. هذه هي. هنايا نديروا 3 مغارف نتاع الزيت، زيت عادي، ونخلط مليح باش هادوك الافخاذ عفوا هادوك الاجنحه نتاع الدجاج رايحين من بعدها يتقرمشوا معايا في الفرن. هنايا في هاد الاثناء هذه نخليوها كما قلت لكم، يعني نديروها من قبل. هاد الخطوه هذه نديروها من قبل هكذا باش هذاك الدجاج تاعنا غير نديروه في الفرن يعني بالخف يطيب. هذه هي، ما يشدناش بزاف الوقت في الطهي. هنايا عندي البطاطا، انا خديتها نقيتها وقطعتها الى مكعبات، ويكونوا على حساب افراد العائله. يعني الطبخ ماشي كيما يعني ماشي كيما الحلويات بالجرامات. هذه هي، يعني عينك ميزانك. يعني بطاطا، عندي بطاطا رايحين نضيفوا عليها شويه نتاع الزيت، نضيفوا عليها فلفل اسود والملح وفقط. هنا بالمناسبه هنا باش ما تجيناش هذيك البطاطا بيتا، رايحين نضيفوا معها شويه نتاع هاد التابل تاع الدجاج، ورايحين نضيفوا لها الكركم. الكركم هكا يعطيها هذاك اللون الاصفر وتجينا باهيه كي طيب. هذه هي. ونضيفوا شويه نتاع الكمون، ما نكتروش بزاف الكمون، ما نكتروش بزاف الكمون. ورايحين نخلطوا هاد البطاطا تاعنا. بالمناسبه هذيك الشرموله اللي راهي في الدجاج رايحه تهبط على البطاطا تاعنا، ورايحين نتحصلوا على البطاطا تكون بزاف بنينه. هنايا ناخذوا لو بلا اللي غادي نديروا فيه في الفرن، ورايحين نديروا ونحطوا هذيك البطاطا تاعنا، رايحين نسقموها مليح على حساب لو بلا نتاعنا، ما نخليوش وحده فوق بعضها هكذا باش يطيبوا لنا بالخف في الفرن، ما يشدوناش بزاف الوقت في الفرن. اختاروا هكا ان بلا يكون واسع باش ما تجيش البطاطا فوق خوتها. هذه هي. بعد ما سويناها هكا رايحين نحطوا هاد الاجنحه نتاع الدجاج نتاعنا بهذا الشكل هذا، رايحين نرصوها هذه قدام هذه، ويكونوا على حساب افراد العائله. اذا كنت افراد العائله يعني ماشي بزاف، رايحه تنقص بين افراد العائله. هنايا بعد ما درناهم رايحه هذيك التتبيله اللي راهي عندي في الوعاء نتاعي، رايحه نضيفها من الفوق على الدجاج هكا بهذا الشكل هذا.
ومن بعدها نحطوا هاد ورق الرند ولا ورق سيدنا موسى، نحطوا هكا ثلاث وريقات هكا يمدوا لنا هذيك النكهه الرائعه للدجاج تاعنا. سورتو حنا الدجاج في الفرن بلا رند ما يجيش شباب. هذه هي رايحين هذيك الوعاء اللي كان عندنا فيه تتبيله، رايحين نديرو هكا باش نحيو كامل هذيك التتبيله حوالي نصف كاس هكذا، باش كي نديروه في الفرن نديروه على درجه حراره 200 درجه هكا. كي نجهدوا له الفرن ما غاديش تنحرق لنا هذيك البطاطا، رايحه طيب لنا في هذيك لاصوص نتاعنا وتجينا بزاف بنينه. هنايا رايحين نغطيو لو بلان تاعنا بالورق تاع الطهي، من بعدها نزيدوا له الالومنيوم، نغطيوه مليح نحكموه باحكام وندخلوه للفرن على درجه حراره 200 درجه هكا حتى يطيب لنا ويوجد كما راكم تشوفوا ويتحمر معنا وياخذ هذاك اللون الرائع نتاع الدجاج هذاك. وهذيك لاصوص يعني تتقال وتولي ثقيله وتولي بنينه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله تعجبكم في حياتكم ايضا اليوميه. يجي بزاف هايل ويجي رائع وسهل التحضير. نتمنى لكم تجربوه وتبارطاجيوه كاع مع الاحباب نتاعكم والاصدقاء نتاعكم، وتعليق ولو بنقطه هكا باش تشجعوني اكثر وللمزيد من الوصفات. الى اللقاء، صحة فطوركم وصحة سحوركم، الى اللقاء في وصفه اخرى جديده.